السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل بقى اسهل مكرونه ممكن تعمليها. هي شبيهه شويه للمبكبكه بس احنا مدلعينها شويه. هنقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. جبت صينيه، هو يستحسن ان انت تعمليها في صينيه احسن ما تعمليها في حله، بس هي الصينيه احسن يعني. جبت صينيه وعملت فيها، مش شرط ان انت تعملي اللحمه المفرومه دي، انا جبت ربع كيلو لحمه مفرومه وتبلته عادي بملح وفلفل وشويه بهارات، وعملته كور صغيره جدا قد البليه مثلا. ورحت مشوحاها وحطيت عليها بصلايه صغيره وقرنين فلفل وطماطميتين متخرطين، وقعدت شوحت فيهم كويس اوي لحد ما اتكرملوا كلهم مع بعض، ونزلت عليهم بتوابل مشكله، وحطيت ملح وفلفل اسمر وحطيت شويه سكر. خلينا متفقين ان اي حاجه فيها طماطم لازم تحط فيها معلقه من السكر، او اي حاجه فيها ملح لازم برضو تحط فيها معلقه سكر، بتظبط الاكل وبتفرق جدا في الطعم. بعد كده اول ما الخضار اتكرمل واللحمه استوت، حطيت عليهم معلقتين من الصلصه، معلقتين كبار من الصلصه، ونزلت عليهم بكوبايه كبيره من الميه، وهنسيبهم يغلوا على النار عاليه. ما تهديش النار علشان اللحمه منك ما تفكش، لا خلي النار تبقى عاليه وتغلي. اول لما تبدا تغلي زي ما انتم شايفينها كده، نزلت عليها بالمكرونه. مكرونه بقى صغيره، تنفع مكرونه قلم، تنفع مكرونه زي اللي انا حطاها دي، ممكن مكرونه سباكيتي كمان. الخلطه اللي احنا عاملينها دي تنفع في اي نوع من المكرونه، اهم حاجه ان الميه تغلي، تنزلي عليها بالنوع المكرونه اللي انت عايزاه، يغلي غلوتين وتهدي النار، هتلاقي المكرونه اتشربت كل الميه اللي احنا حطيناها، وعملت كمان صوص كده. والولاد بيفرحوا بالصوص ده جدا، بيحبوا المكرونه، بيحسوها ان هي شبيهه شويه للاندومي، وطعمها كمان مختلف. وكمان لو انتي هتبقي مطمنه على اطفالك، لان هي بتبقى وجبه شامله كل العناصر، سواء اللحمه او النشويات او الخضار، فانتي بتبقي مطمنه على اطفالك، وكلها بتبقى في طبق واحد، وكمان متستهلكيش مواعين كتير. يا رب يعجبكم الفيديو، لو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه. اشكركم جدا على المتابعه، السلام عليكم.